مساء الفل والياسمين على احلى متابعين في الدنيا، متابعين قناة ليلي. النهارده نبدأ ملخص كامل للحلقة رقم 12 ومسلسلكم على نسبة مشاهدة. وشيماء علشان تخرج من كل اللي هي فيه ده هتعمل حاجات غير متوقعة. تابعوني علشان تعرفوا ايه اللي هتعمله، وما تنسوش اللايك والاشتراك. وبندخل بمقدمة للحلقة بتاعتنا. فاتح لايف وبيقول ان انا جدع وابن بلد وما كنتش اقصد ان انا اعمل معاها كده. نرجع بسرعة للحلقة بتاعتنا. ابو شيماء عرف كل حاجة، بيضرب شيماء وبيقول لها كليب ايه اللي بتصوريه وايه اللي انت بتعمليه دوت. وبتقول له ما كانش قصدي يا بابا، انا كنت بساعد في البيت. قال لها ليه واحنا محتاج الشغل بتاعك دوت. وبيضربها ومحدش بيحوش عنها طبعا. بعد كده بيروح لنسمة بتقول له انا ما عملتش اي حاجه، بص التليفون بتاعي ما فيهوش اي حاجه. بيضربها وبيقول لها انت بتكدبي، امال فيديو الحريقه وبتضربي اختك قدام الناس وبتشديها من شعرها. قال لهم ما فيش خروج من البيت ده تاني، والتليفونات بتاعتكم دي انا هاخدها. علشان بقى شيماء تخرج من كل ده بتقول له يا بابا خلاص، انا هتجوز اللي جايب لي الشغل دوت، علشان شكلك قدام الناس يعني يبقى كويس ومحدش يقول علينا حاجة. وفعلا بيروحوا بقى يكتبوا الكتاب بتاعها. المفاجأة الكبيرة بقى بنلاقي العريس بتاعها هو فوكس. وبعد وشيماء بتقول له ايه ده، هي الجوازة شكلها تبقى بجد ولا ايه؟ وبيكتبوا الكتاب بتاعها. وبعدين شيماء باين عليها ان هي زعلانة قوي، ونسمع بقى فرحانة ومبسوطة ان هي اتجوزت فوكس. وبعد كده آه، امها بتقول لبابا واحنا سرعنا ولا ايه؟ فستها بتقول لها لا، الجواز سترة للبنت برضو. بعد كده امها بقى بتبقى فرحانة وبتزغرط لها علشان خلاص خلصوا كتب الكتاب بتاعها. وبرضو علشان الناس كلها تعرف ان هي اتجوزت خلاص ومحدش يقول عليها حاجة بعد كده، بيعملوا فرح وبيعزموا الناس كلها عليه. وفي الفرح فوكس بيعمل لايف ويقول للناس انا اتجوزت حب عمري، وكل ده علشان يزود المتابعين بتوع الصفحة بتاعته. وبيقول لشيماء هاخد المتابعين بتوعي على المتابعين بتوعك وهنتشهر ونبقى ترند. وبعد كده بنلاقي ان هبة تاتو بتروح الفرح بتاعها وبتقول لها مبروك يا حبيبتي، فرحت لك قوي. وبعد كده بتوطي عليها بتقول لها عارفه مين اللي ولع في الاوضه بتاعتك؟ ابقى انا اللي ولعت فيها، وعندي ليكي مفاجاه كبيره جدا بس مش هتعرفيها بقى دلوقتي لما تبقي تخلصي الفرح بتاعك. بتروح بسرعه شيماء بتنادي على نسمه وبتقول لها الحقيني يا نسمه، عارفه مين اللي ولع في الاوضه بتاعتنا؟ هبه هي اللي عملت كده. وبتقول لها كمان لو ما بعدتيش عني هبقى اولع، بدل ما اولع في الاوضه بتاعتك هولع في الشقه كلها. وبنروح بسرعه للمشهد اللي بعد كده بنلاقي حسن صاحبه بيقول له الحق نسمه اتجوزت، وبص شوف الفرح بتاعها اهوت. يرد عليه وبيقول له انا خلاص مش فارق لي الموضوع دوت، وبيقول له كده انا رايح اجيب حاجه وجاي. اما هنا شيماء زعلانه من اللي فوكس عمال يعمله وبتقول له اقعد بقى. بيقول لها هنلم المتابعين بتوعي على بتوعك ونكبر الصفحات بتاعتنا ونبقى ترند. بعد كده بتمشي بقى سرحانه كده وبتقعد تفتكر كل اللي حصل لها دوت والحاجات اللي صورتها، وبتفتكر طفولتها برضو وان هي قاعده. نسمة بقى بتيجي تقعد جنب شيماء وبتصعب عليها، فبتاخدها في حضنها وبتعيط. وشيماء وهي مروحة كده بتشوف حسن من بعيد وبتسيبه وبتمشي. تاني يوم بعدين بيتكلموا مع بعض ان هي كتبت الكتاب وبعد كده هتبقى تودي العزال بتاعها والدخلة الاسبوع الجاي. وابوها بيقول لها ما تخرجيش تاني، بتقول له هروح المعهد بس بعد اذنك يا بابا. قال لها ماشي. بعد كده وبنلاقي صاحبة نسمة بعتت لها رسالة وبتقول لها في صحفي عاوز شيماء انزلي لي بسرعة. بتروح بقى تتكلم معاه بيقول لها انا عاوزه اقابل شيماء. بتقول له طب اتكلم معايا انا، ما انا اختها ومشهوره برضو. قال لها لا انا عاوز شيماء بس. العاده الغيره من شيماء خلتها تقول له ان شيماء مش موجوده وعزلت من هنا ومشيته. بعد كده بتتكلم مع صاحبتها وبتقول لها انا زعلانه عن الصفحه اللي مسحتها دي. اما هنا بقى شيماء بتكمل تصوير للشغل بتاع كاميليا وطارق، وبيخلصوا تصوير كده وبتتكلم مع طارق كده شوية. وبعد كده لها خطيبك عمل ايه؟ انتي بدلت الدبلة كده ليه؟ قالت له انا اتجوزت فوكس وانا ما بحبوش، بس اضطريت ان انا اعمل كده. من بعيد كاميليا بتراقبهم وبتشوفهم قاعدين مع بعض بيتكلموا. بعد كده
فوكس بيكلمها في التليفون وبيقول لها مبروك الأغنية بتاعتنا طلعت ترند. من الفرحة والمفاجأة بتحضن طارق وهي مش واخدة بالها. بعد كده كاميليا بتشوفهم، وهنا بقى ام احمد هي كمان بتعمل لها لايف. بتروح بسرعه بقى الفوكس وفريق العمل بتاع الكليب وبيستلموا الدرع وبتصوروا مع بعض بيه، وبيقولوا لها عقبال الاغنيه الجايه، بتقول لهم لا خلاص كده كفايه. بعد كده نسمة هي كمان بتشوف وبتتضايق، بتجري بسرعه على باباها علشان تقول له ان شيماء كانت متجوزه كده وكده ترند يعني. وفوكس بيوصل شيماء وبيتخانقوا مع بعض، وبيقول لها انا اصلا ما اتجوزش واحده زيك، انا اتجوز واحده محترمه مش واحده زيك ليها فيديوهات على النت. بيقول لها انت طالق وبينزلها، بتمشي وبتسيبه. بترجع البيت بتخبي الدرع من نسمة علشان ما تشوفوش. بعد كده بقى التلفزيون بينزل اخبار عن الفيديو بتاع شيماء، هي كمان بتشوفه وبتتضايق قوي، بتنده لنسمة وبتقول لها الحقي يا نسمة الحقي. قالت لها انا ما اعرفش مين اللي عمل كده، قالت لها اكيد هبه هي اللي عملت كده. الاخبار بقى عن الكليب ده في كل مكان، وحتى التلفزيون بيتكلم عنها، وابوها وامها بيشوفوا الحلقة على التلفزيون ومش مصدقين ايه اللي بيحصل دوت. ونسمة طبعا بتطلع بطلة، بيطلع نسمة بطلة ان هي انقذت طفلة صغيرة من ناس كانوا هيخطفوها، وبتقوله يا بابا انا كويسة اهوت، انا ما بعملش زي شيماء. بعد كده شيماء بتعرف كده بتهرب وتسيب البيت وتمشي. بتقابل حسن وبيقول لها انا لا يمكن ابيعك، اسمعي التسجيل دوت. ومسجل لنسمة ان هي ادت له ساعة مقابل ان هو يبعد عن شيماء ويبعد عن طريقها. بعد كده بتقول له سيبني مالكش دعوة بيا خالص، سيبني في حالي. وبتدور على اي مكان تروح فيه. بعد ما ابوها عرف بتروح لخالها، بيقول لها معلش ما فيش مكان اقعدك فيه. بتروح تقعد كده في مركبة في النيل. بعد كده مش لاقي اي مكان، ما بتلاقيش غير ان هي تروح لطارق. وعلى المشهد ده بتخلص الحلقة بتاعتنا، واستنوني في حلقة جديدة، وما تنسوش اللايك والاشتراك. شكرا لكم، باي باي.